السلام عليكم خياتي، ان شاء الله نلقاكم كامل بخير وبصحه. جبت لكم اليوم الصينيه بشكل مشاوي. نديروا مع بعض في هذا الفيديو لي بروشات شيش طاووق والكباب التركي والسر الطراوه تاعو. وجبت لكم تاليك واحد المخبوزات نبدلوا شويه على هذاك الخبز السوري اللي ناكلوا به المشاوي. جبت لكم واحد المخبوزات عجينه طريه طريه هشيشه يا خياتي، خبيها في عينيك تستعمليها في كاع المملحات. قبل ما نبداو خياتي نطلب منكم الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. نبداو بسم الله. عندنا كاس ماء وكاس حليب يكونوا دافيين، نضيف عليهم ملعقه صغيره سكر ومغرفه كبيره تاع خميره الخبز. نخلط مليح حتى تتفاعل لي خميره الخبز مع السكر، ونغطي عليهم ونخليهم مده 10 دقائق حتى تتفاعل الخميره، يعني نخدموا اللوفان تاعنا. من بعد نزيد عليهم نص كاس تاع زيت ونعاود نخلط مليح حتى الزيت هذاك يدخل مليح. هنا عندي 3 كيسان تاع الفرينه وملعقه صغيره ملح على حساب الحاجه. ونخلط راكم تشوفوا خياتي. هنا نحتاجو غير بالفوي ولا جوست بالمغرفه اللي عندك في الدار. هذا الكاس الرابع. هنا حنحتاجو 4 كيسان وشويه، هذاك شويه على حسب النوعيه تاع الفرينه تاعك. نبقى نجمعها غير بصبعتيا برك، ما تحتاجش دلك كبير، هكا غير بيدنا برك. راني نخدم غير بالعقل يا خياتي، كي شغل انت اللي راكي تشوفي ويدك اللي راهي تخدم باش ما تراطي حتى حاجه وتبعي الخطوات تنجح لك باذن الله. هنا راني درت 4 كيسان سوا تاع الفرينه، مي حسيتها مازالها شويه طريه، زدت هنايا قريب ملعقه كبيره تاع الفرينه. هنا تضيفي على حسب النوعيه تاع الفرينه تاعك. مهم جدا يا خياتي تخلوا العجينه تاعكم طريه هكاك تتلاصق. هي دوكا الخميره تاع العجين وحدها هي تشرب لنا العجين، يعني تنشفوا شويه. شوفوا درت غير شويه زيت هكا باش نلم البواقي تاع العجين وحطيتها. هنا انا عندي صدر تاع الدجاج قسمته على زوج، النص الاول رحيته دير به الكباب، والنص الثاني قطعته هكا قطع متساويه باش نديروا به شيش كباب هكذا كما راكم تشوفوا. نبداو بالكباب التركي. نحضروا التتبيله تاعو. عندي فلفل احمر، فلفل اخضر، بصله والثوم. نرحيهم كيما راه هكا يا خياتي ونعصرهم. لازم نعصرهم. لو كان ندير هكاك مع صدر تاع الدجاج، شتو هو صدر تاع الدجاج هو كي يترحى ديجا يجينا هكا طري. نعصر كامل هذيك الخضر تاعي من المرقه هذيك اللي طيح، الماء هذاك اللي يطيح ونخبيه بجيه ما نرميهش. نمزج كامل المكونات تاعي مليح. هنايا ندخل مليح، وقد ما خليت الدجاج تاعي هذا يشرب لي هذاك البصل والفلفل يعطي لي بنا خير وخير. شوفوا هنايا درت الملح فلفل كحل توابل تاع الدجاج. والسر يا خياتي اللي يخلي الكباب التركي تاعك طري هي لا شابلور. هنا درت واحد زوج مغارف كبار تاع لا شابلور، هما اللي حيخلوا هذاك الدجاج تاعك ولا اللحم يخلوه طري. دوكاتيك نخلو هذيك المكونات بتجيه يرتاحوا. نروحوا نوجدوا شيش كباب تاعنا. عندي ملح فلفل كحل قطعه تاع الدجاج وياغورت ناتور. درت ملعقه صغيره خردل اللي هي لا موطارد، وهنايا عندي الزعتره ومعلقه صغيره تاع الفلفل الاحمر فلفل الدريس. ونخلوها واحد نص ساعه تمارينا بيا. عندي دوكا هنا العجينه تاع المخبوزات تاعي، شوفوا كيفاش خمرتنا الله يبارك. نعجنها غير هكا بشويه بيدي، نهبط لها الخمير هذاك ونرش البوطاجي تاعي بشويه فرينه، ونحط العجينه تاعي هكايا. هنا ما نحتاج اني نحلها رقيقه، نخليها شويه واحد نص سنتيم هكذاك. وبواش كان عندك في الدار قطعيها، عندك دوائر كبار قطعي، عندك بول تاع الشوربه قطعي به كما راكم تشوفوا هنا. هاوليك السمك تاعها عندي هذا، ولا البول تاع الشوربه واش كان عندك قطعي. يكونوا المخبوزات هذوما لي سوفلي يكونوا شويه كبار باش يرفدوا لك لداخل. ديري شويه فخيت، ديري شويه صالات، ديري الكباب هذاك يزكيو كيما نقولوا. فوالا كيما راكم تشوفوا خياتي نقطعهم كيما راهم. وهنا مهم جدا باش يتحلوا لي هذوك المخبوزات تاوعي ندهنها هنا بالزيت باش ما تلصقليش، لاني مانيش حندير لها حشوه في هاد الوصفه. انت حبيتي وصفه واحده اخرى ديري لها حشوه لداخل كيما حبيتي. بصح هنايا نعاود نبسطها غير شويه وندير لها زيت باش كي نروح نفتح هذيك السفلي تاعي هذه ما تتلاصقليش في بعضها. هنا ندهنها من الفوق، خليتها خمرت واحد 5 دقائق في السنيوه، ما نحتاجهاش تخمر بزاف. مسحتها بحبه تاع البيض مغرفه تاع حليب، ورشيت عليها شويه سمسم من الفوق ندخلها الطيب. هنايا نبداو نصفو نستفو يعني هذاك الشيش كباب تركي تاعنا.
في الصينيه تاعنا نستفوه هكايا، ما نخلوهش يجينا رقيق بزاف خياتي، يكون السمك تاعو تاع 1 سنتيم مليح هايل. كيما راكو تشوفوه كنستفوه مليح، ما نخليش جهه طالعه وجهه هابطه هكذا. ومن بعد نبدا ندير له هذاك الخطوط كيما يجينا شيش كباب كيما كنشوفوه في المشاوي التركيه بهذه الطريقه هكايا. وصدقوني يا خياتي يجي فيه واحد الطراوه واحد البنه. واللي يحبوا الفلفل الحار مع هذاك الفلفل الاحمر والطرشي، زيدي ديري فلفله حاره هكا يجي بزاف ما شاء الله. هنا نروحوا شيش كباب تاعنا، شيش طاووق عفوا. نبدا نحط طرشي الاحمر طرشي الاخضر حبه بصله. واش كنت حابه نلون لي بروشيت تاوعي هذوما احسن. ندير 2 قطع تاع الدجاج. هو في الاصل خياتي يجي بالداند ما يجيش بالدجاج، بالداند تاني يجي هايل روعه. هكا كيما راكو تشوفوا نطيبوهم داخل الفرن، ماناش راح نحطوهم في الشوايه ويعطوا لك نتيجه بزاف شابه وبزاف بنينه. كيما راكو تشوفوا بهذه الطريقه نكملوا لي بروشيت تاعنا. طيابهم نشعلوا لهم من الفوق ومن التحت على اعلى درجه. لو كنت تنقسي لهم راح ينشفوا في الفور، غادي تجعلي لهم على اعلى درجه هكا كيما راكم تشوفوني مستفتهم. هذيك الخضره هذيك اللي كنت عصرتها نسقي فوق من الكباب هذا هكا باش ما ينشفليش في الفور. نديرها خطره هكا وخطره داخل الفور. كي نشوفوا بلي كنشف من الفوق نعاود ندير عليه هكذا من الفوق. ها ملي شوفي تاوعنا كيفاش طابوا المخبوزات تاوعنا طابوا هايلين. شوفوا هو شيش كباب عفوا شيش كباب خفتو ينحرق، غطيتو بالبابي كويسون باش ما يتحرقليش. خليت الاخر الكباب التركي يزيد ينشف لي خير وخير، يحمر لي من الفوق يعطي لي ود شباب. وها ملي كيشوف لي تاعنا شوفي كي نقطعهم عجينه ما شاء الله كي نقول لك قطنيه وهايله في الاكل ما شاء الله. انا اخترت هاد لا ديكوراسيون اني نستفهم كامل في صينيه هكايا، واللي يحتاج يرفد قطعه ويحشيها لداخل. حاجه بزاف شابه وفرحوا بها في العائله تاعي ما شاء الله. جربيها انتي تان اختي وعلاه لا شوفوا هذيك كي درنا لها الزيت كيفاش تولي تفتح لي سهله. بالنسبه للترتيب الصح نخليه لك ليك، نعرفك انسانه مبدعه. جربيه واعطي لي رايك في التعليقات، ولي سور العائله تاعك تفرح به. او حتى تكون عندك عراضه هكا تحطي طبق مختلف على واش موالفين على العاده. هنا زدت انا شويه لي فخيت شويه لا سالاد بيان سور لازم مع هاد المشاوي. يولي التزيين والديكور نخليه لك ليك اختي. نرجو منك الاشتراك في القناه اذا كنت جديده معنا. خلي لي رايك في التعليقات اذا عجبك هذا الطبق، واي اطباق واحد اخرين كنتي حابه ومهتمه بهم خلي لي رايك في التعليقات ونديرهم لكم ان شاء الله. شكرا على المتابعه والى اللقاء.